السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب في كل مكان؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وسلم تسليما كثيرا. رب زدنا علما وعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عاملين إيه يا حبايبي في كل مكان؟ يا رب دايما تكونوا بخير دايما يا رب. وحشتوني كتير بجد يعني. طيب. نخش في الموضوع على طول. انت دلوقتي بتذاكر كتير بس مش بتحس بأي نتيجة، يعني بتحفظ وبعد يومين تنسى. بتحس ان كل الناس بتذاكر احسن منك وانك متأخر عنهم. طب تعالى اقول لك بقى الحقيقة اللي محدش تقريبا قالها لك قبل كده، ولو قالها لك فاسمعها بطريقتي. طيب، في مشكلة، انا هتكلم عن 5 مشاكل. المشكلة الاولى انك بتذاكر غلط. انت ممكن تفتح الكتاب وتقرا الدرس كله وتقول انا كده خلصت. بص، انت هتستفاد من القرايه بتاعتك لا شك في كده يعني، بس بعد يوم تلاقي نفسك مش فاكر اي حاجه. ده طبيعي، بس خد بالك انك ما فهمتش وانت بتقرا. طيب الحل ايه؟ ذاكر بفهم مش بحفظ اعمى. افهم الدرس كانك هتشرحه لحد غبي، عارف انت. ما تكتفيش بالقراءه بس، يعني لازم تكتب بايدك الحاجات المهمه وتحل اسئله. واسال نفسك الحاجه دي جت ليه كده، ودي جت ليه كده، ودي ليه حصل لها كده. الاسئله دي بتفتح مداركك وبتخليك تفهم الموضوع بشكل اعمق. طيب، المشكله التانيه بتذاكر كتير بس مش مركز. انت ممكن تفضل قاعد بالساعات عشان تحس انك بتذاكر، بس الحقيقه انك نص الوقت بصراحه بيضيع في السرحان الموبايل. طبعا ذاكر وانت في قمه تركيزك، ابعد عن الموبايل عنك تماما. حتى لو بتحس انه يعني مش بيشغلك، لا ابعده برضه الاحسن. استخدم طريقه البومودورو، يعني اللي هي مشهوره جدا، يعني 50 دقيقه مذاكره و10 دقائق راحه. دي حاجه بتزود الانتاجيه بتاعتك يعني. ولو بتذاكر 3 ساعات متواصلين فاوريدي الموضوع مرن. خليك مرن. المشكله الثالثه، انت ممكن تذاكر درس وبعد اسبوع لما تيجي تراجعه تكتشف انك نسيته كله. ليه؟ على فكره الموضوع ده انا مش عايز حد يقلق منه، لان دي حاجه طبيعيه جدا، بس هي النعمه. طيب، ليه نسيته؟ لانك استنيت كتير قبل ما تراجعه. الحل، استخدم مراجعه من يوم ل3 ايام اسبوع، كل يومين 3 ايام كل اسبوع تراجع مراجعات على فترات بعيده. راجع اول مره بعد يوم واحد مثلا، راجع تاني مره بعد 3 ايام، راجع تالت مره بعد اسبوع. هتلاقي الموضوع هنا لا بيفرق جامد، بيفرق جامد. وانا مجرب على فكره الموضوع دوت، يعني بقول لكم حاجه حقيقيه يعني، مجربها على نفسي. المشكله الرابعه مش بتعرف تحل في الامتحان. تدخل اللجنه تلاقي الاسئله غريبه وتحس انك عمرك ما شفتها قبل كده مع انك ذاكرت يعني. بس المشكله هنا انك ايه؟ معتمد على الفهم بس ومش بتحل كفايه. حل امتحانات واقعيه، يعني بعد ما تذاكر الدرس حل عليه كانك في امتحان بجد. وراجع بقى الاخطاء وشوف ليه غلطت عشان ما تغلطش فيها تاني. ذاكر بطريقه الاسئله مش بطريقه انا قريت الدرس وخلاص الموضوع خلص. طيب، المشكله الخامسه، بتتوتر في الامتحانات. وده طبيعي لان امتحان يا جماعه، والله يعني امتحان لازم يبقى فيه توتر. طيب، تبقى مذاكر كويس تدخل اللجنه تحس انك نسيت كل حاجه لانك مش متعود على ضغط الامتحان. برضو الحل، درب نفسك على الضغط. حل اسئله بوقت عشان تتعود على السرعه، تدرب نفسك عليه في البيت. تمام، ابدا بالاسئله السهله عشان مخك يشتغل بسرعه في الاول كده، وايه وتزود وكده في حماس. خد نفس عميق. النفس مهم قوي يعني، الحته دي في الامتحان انك تاخد نفس كويس، تخلي الاكسجين يتغذى جسمك، يتغذى كله، ده هيساعدك على التركيز. بس. ودول ال5 مشاكل اتكلمنا عنهم. لو عايزين فيديوهات كتير من النوعيه دي ممكن نقدمها لكم، تشوف معلومات اكتر. بس. وفي النهايه، لو اي حاجه من اللي قلتها حصلت معاك فاعرف ان المشكله مش فيك، المشكله في الزمن. لا طبعا. المشكله ان محدش علمك تذاكر صح. طبعا كل ده بيحصل لك بالتدريب، كل ما تذاكر اكتر كل ما تلاقي نفسك بتتدرب اكتر. جرب الحلول دي وهتشوف على فكره فرق كبير جدا في وقت قليل باذن الله. ولو عندك مشكله معينه في المذاكره سيبها في الكومنت وهنرد عليك بحل عملي. تمام. اه، قبل ما انسى، موضوع او شغل استماع التنميه الذاتيه والكلام اللي هو مش مبني على حلم حقيقي دوت، والطاقه والمش عارف ايه وجذب الطاقه بصوا يا جماعه، يعني بكل امانه وبكل صدق ما تصدقوش اي حاجه او اي كلام بيتقال
مش ملوش اي اساس علمي. تمام. خلي دايما مرجعك انت القرآن والسنة. حاجة اللي بتسألك او المعلومة اللي بتسألك هل ليها دليل في القرآن، هل ليها دليل في السنة، هل ليها اساس علمي اصلا يعني عارفينه وشايفينه ونقدر ان احنا نفهمه. غير كده ما تسمعش اي كلام او اي حاجة اللي بتحفزك او بتشحنك بطاقة كذابة يعني وكده وتمشي وراها بجد بأمانة وبكل صدق. شغل التنمية الذاتية والحاجات ديت مش بيعمل حاجة غير ان هو بيضيع وقتك، ودي حاجة انا مجربها من زمان، ضيع وقت مني كتير. تحس انك يعني انا اقول لك ايه اللي بيحصل معاك، انت بتسمع التنمية ديت تحس يا انك هتقوم تهد الحيطة، هتقوم تخرق، بص تخترق كل حاجة في الحياة. ولكن الموضوع ده بتلاقي نفسك ولا اي حاجة، انت ممكن ترجع اسوأ من الاول، لان الموضوع في حاجات كتير بتكون فيه جهل كتير قوي. فطبعا انت مش هتنجح بجهل، لازم هتنجح بعلم. عمر ما حد بينجح بجهل. فطبعا ما انصحكمش خالص انكم تسمعوا فيديوهات من النوعيه ديت. انصحكم دايما 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 ارجع لربنا، القران والسنه هو ده مرجعك الاساسي. والحاجه اللي بتسمعها او تحفيز او اي حاجه يكون لها اساس علمي، يكون لها اساس علمي او خطوات عمليه بتعملها، مش مجرد كلام بيشحنك بطاقه وخلاص الموضوع منتهي بعد كده ولا بتعمل اي حاجه. طبعا انا في الاول وفي الاخر كله لمصلحتك انت. تمام. اتمنى ان شاء الله تكون قدرت ان انا اوصل لك الرساله او تفهمها بالطريقه اللي انا عايز اوصلها لك. واتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم، تنسوش طبعا تشتركوا في القناه، تضغطوا لايك كده يعني عشان ده بيساعدنا بصراحه. يعني يمكن لو حضرتك بتشوفها حاجه بسيطه فده بيدعمنا كتير قوي ان احنا نكمل ونطور ونظبط حاجات اكتر يعني وكده. وبشكركم مقدما ومؤخرا على استماعكم ولحد وصولك للحظه ديت. كان معكم حمدي، دمتم في رعايه الله، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.